سيكو سيكو وبلطو وبطن الحوت والاختيار 2 و3 ومسار إجباري وأخيرا بطل العالم. لما تبص لكل الأعمال دي هتلاقي إن وجه التشابه الوحيد إنهم كلهم من أعمال عصام عمر. بس هو مين عصام عمر؟ وإزاي أول مسلسل ليه اللي هو بلطو نجح جدا؟ وإيه قصة حياته؟ وليه كل أعماله ناجحة جدا كده ومفيش حد بيكره تمثيل؟ بس علشان نجاوب على الأسئلة دي لازم نجيب شريط حياته من الأول خالص، فركز معايا ويلا بينا. عصام عمر ممثل ومخرج مسرح، ودرس التمثيل والإخراج واتخرج من قسم المسرح كلية آداب جامعة الإسكندرية، وهو أصلا من الإسكندرية. ومن 2010 ل 2015 شارك في كتير من العروض المسرحيه سواء كممثل او مخرج مسرحي، بس هو ابدع في الاتنين، والدليل على كده انه خد جوائز كتير في المسرح لحد ما اخيرا بتيجي سنه 2015 وبيخش التلفزيون لاول مره في حياته، وبيشارك في دور صغير بنجاح متوسط في مسلسل لما تامر ساب شوقيه الجزء الخامس من بطوله مي كساب ونضال الشافعي ولطفي لبيب. بيفضل محبوس في الادوار الصغيره دي لمده تتجاوز ال5 سنين حرفيا، ادوار بسيطه بنجاح متوسط ومحدش واخد باله منه اصلا، وحاجه تخلي اي ممثل يفقد الشغف ويستسلم حرفيا زي ناس كتير اختفت لمجرد فقدانها للشغف. بس عصام عمر كان مصدق موهبته ومؤمن جدا بنفسه وعارف ومتاكد ان هيجي اليوم ويتقال الممثل المصري الناجح عصام عمر، ودور في التاني ومسلسل في التاني وعصام عمر بيعافر في مسيرته وبيخلص لما تامر ساب شوقية ويطلع بدور ثانوي بنجاح جيد في مسلسل لا تطفئ الشمس سنة 2017، ومسلسل الرحلة 2018، مسلسل الأنسة فرح الجزء الأول 2019 والجزء الثاني في 2020، ويجي في 2021 ويعمل أول دور ناجح جدا ليه، دور شريف في مسلسل في بيتنا روبوت، كان دور ثانوي بس ناجح جدا. ويجي في 2021 و2022 يعمل الاختيار 2 والاختيار 3، وده كان أول دور ضخم ليه وكان دوره صراحة أكتر من روعه وعمل اداء اعلى. ويجي بعدها بدور مساعد ونجاح متوسط وتقريبا ما اتشافش في مسلسل تغيير جو اللي نزل سنه 2023، وبينزل بعدها في نفس السنه بدور يعتبر من اقوى ادواره، دور بكر في مسلسل بطل الحوت، دور شخص شغال في الممنوعات مع العيله وعمل نجاح نقدي جدا، وده اللي طوره عشان يعمل اقوى مسلسل في حياته، واللي عمل نجاح جبار اقوى من تخيلات المخرج نفسه، انه ازاي واحد لسه عامل دور تاجر ممنوعات او حاجه شبه كده يخرج من دور قوي وشرير كده لدور شخص غلبان وطيب جدا، واللي حقق نجاح اقوى من تخيلاته. وطبعا انا هنا بتكلم عن مسلسل بلطو من بطولة عصام عمر ومريم الجندي ومحمد محمود ومحمود البزاوي، والمسلسل ده محتاج وقفة احترام بجد. بس سؤال، ليه مسلسل بلطو نجح النجاح الكبير جدا ده؟ والمسلسل بيحكي قصة من الواقع اللي بيحصل مع الدكاترة بعد التخرج في سنين الامتياز اللي بيبقوا سنتين، وتاني حاجة الكوميديا والاحداث مش مبالغ فيها، طبيعية، وده اللي خلى افيهاته عايشة ومحدش بيزهق منه زي ما قلنا، احداث واقعية مش مصطنعة، وبرده اهم حاجة ساهمت في نجاحه ان البطل تقليدي مش بيطبل للمسلسل، يعني كل مسلسلات رمضان بتلاقي البطل محدش قادر يضربه ولا حد قادر عليه وبيضرب بالبنيه يوقع 10، لكن ده ما فيهوش اي تجاره ممنوعات ولا سلاح ولا حتى اثار ولا اي حاجه من اللي بتحصل دي اللي كل مسلسلات رمضان بقت بتدور عليها دلوقتي، لدرجه اننا حسينا انها حاجه عاديه ومش حرام وغير قانونيه، يعني فيها ان تكون القصه طبيعيه ان البطل يبقى شويه مغلوب وشويه غالب. ما علينا، نرجع لموضوعنا. واحسن حاجه في المسلسل كان 10 حلقات ومفيش افوره، وده انتشر جدا في المسلسلات كلها حاليا، ما عدا ممثلين كده بياخدوا 30 حلقه ورا بعض. يسيب مسلسل بلطو ونروح شويه ل 2024 وينزل بمسلسل قوي جدا وميكس قوي بين عصام عمر واحمد داش، والمسلسل بيحقق نجاح جبار وبيغطي على كل المسلسلات كلها، والكل قال خلاص عصام عمر عدى في التمثيل وبقى نجم جيله. طبعا انا هنا بتكلم عن مسلسل مسار اجباري، بس السهم زي ما بيطلع لازم ينزل، ويجي في 2025 بمسلسل نص الشعب اسمه محمد، واللي بينجح نجاح متوسط على عكس مسلسلاته اللي فاتت، وبيقرر يرجع بمسلسل روعه من وجهه نظري طبعا، مسلسل بطل العالم في 2026 بطوله عصام عمر وجيهان الشماشرجي فتحي عبد الوهاب، وعلشان بيحقق المعادله وبيتعرض بره رمضان قبل موسم المسلسلات علشان الكل يشوفه، وبالفعل المسلسل الكل بيتابعه، وطول فتره العرض بتاعته كان ترند على السوشيال ميديا كلها، والمسلسل كسر الدنيا وحقق ايرادات عاليه جدا ونجاح مذهل بقصه جديده، وكان هيبقى بطل العالم في الملاكمه بس عادي بيتضرب بيضرب، وده اللي حابب الناس فيه اكتر واكتر وخلاها تقول بطل افريقيا في الملاكمه بيتضرب ازاي. واخيرا مسلسله اللي اتعرض في رمضان 2026 مسلسل عين سحريه بطوله عصام عمر وباسم سمره، واللي حقق نجاح متوسط او عادي لانه مش مسمع على الميديا في مسلسلات تانية كتير مغطيه عليه. بعد ما فصصنا اعمال عصام عمر انت اكيد فاكر اننا خلصنا، بس في سؤال اكيد بيدور في دماغك حاليا، هو ليه اعمال عصام عمر كلها من 2021 وهي ناجحه جدا زي الاختيار 2 و3 وفي بيتنا روبوت بطن الحوت وبطل العالم وبلطو وتغيير جو ونص الشعب اسمه محمد وعين سحريه ومسار اجباري؟ وعلى عكس المتوقع الاجابه سهله جدا، وهي هات دور ليه يكون شبه التاني، مش بيحصر نفسه في شخصيات وقصص معينه، دايما بيحب التنوع والتجربه وبيحب يجرب شخصيات جديده في قصص مختلفه، وهو شخصيه في التمثيل غير مكرره ومفيش منها، لانك صعب تلاقي حد شبه عصام عمر لان تمثيله طبيعي جدا، ومعظم ادواره اللي بيختارها قريبه من الشباب الحقيقي، بيعرض مشاكلهم وحياتهم من غير تنمر ولا تزوير الحقيقه، بس اللي عمل
دكتور عاطف هو برضه نفس الممثل اللي عمل شخصية معقدة في بطن الحوت، وبرضه نفس الممثل اللي عمل شخصية شاب بيكتشف أسرار عيلته في مسار إجباري. التنوع ده بيبين قدراته كممثل وبيحط عنده أهم نقطة اللي هو أنا مش حلو في حاجة معينة، أنا حلو في كله وبشوف دوري. وعصام عمر يعتبر الوحيد في جيله اللي عنده كاريزما هادية، مش نجم بالشكل التقليدي لكن مميز برضه. والمميز في عصام عمر إنه ممثل واقعي، مش بيحاول يبقى نجم، هو بس بيقدم شخصية حقيقية، ده اللي خلى الناس تصدقه وتحبه. وفي الآخر لما نبص على رحلة عصام عمر هنلاقي إن الموضوع مش مجرد ممثل طلع فجأة وبقى مشهور، الموضوع أكبر من كده بكتير. الحقيقة إن النجاح اللي وصل له ما جاش في يوم وليلة، لكن جه بعد سنين من المحاولات والأدوار الصغيرة اللي يمكن ناس كتير ما خدتش بالها منها أصلا، من المسرح الجامعي والمعافرة 5 سنين على المسرح لحد ما ظهر في أدوار بسيطة في الدراما. كان واضح إن في حد بيحاول يلاقي مكان وسط صناعة مليانة منافسة، واللي كانت منافسة صعبة جدا أصلا. لكن اللحظة الفاصلة كانت مع مسلسل بلطي، المسلسل الأعظم في تاريخ عصام عمر، اللي خلى كل الجمهور يشوف عصام عمر بشكل مختلف تماما، مش مجرد ممثل بيظهر في مشهدين 3، لكن كان بطل شايل العمل كله. وقتها الناس بدأت تسأل سؤال مهم، هو ازاي ممثل بالشكل الهادي والبسيط ده قدر يخطف الانتباه بالشكل ده كله؟ يمكن الإجابة إن عصام عمر ما حاولش يبقى نسخة من حد، أو ما حاولش يقلد نجوم قبله، ولا يمشي على القواعد التقليدية للبطل. خد الطريق سنة سنة، خطوة خطوة، وقدم شخصيات قريبة من الناس، لأن الجمهور ممكن ينسى القصة أحيانا لكنه عمره ما هينسى إحساس الصدق في التمثيل. ومع أعمال بعد كده زي بطن الحوت ومسار إجباري بدأ يثبت إن نجاحه مش صدفة، وإنه قادر يغير جلده ويقدم شخصيات مختلفة كل مرة. لكن السؤال الحقيقي دلوقتي هو نجح ولا لا؟ بس السؤال الأهم، هل يقدر يحافظ على النجاح ده؟ لأن التاريخ مليان نجوم طلعوا بسرعة واختفوا برضه بسرعة، وفي المقابل في نجوم قدروا يحافظوا على مكانهم سنين طويلة، لأنهم فهموا إن النجاح الحقيقي مش في أول خطوة لكن في الاستمرار. يمكن الفترة الجاية هي اللي تجاوب على السؤال ده، لكن الأكيد إن رحلة عصام عمر لسه في بدايتها، واللي شفناه لحد دلوقتي ممكن يكون مجرد أول فصل في قصة أكبر بكتير لممثل من أهم ممثلين مصر حاليا. ولو وصلت معايا لحد هنا أحب أشكرك جدا، ومتنساش تعمل لايك واشتراك، وسلام.